الفائزين في مسابقة وسباق هذا اليوم، فأرجو من حضراتكم الكرام الانطلاق حذو المنصة لتتويج كل الفائزين في هذا السباق الرائع. فورمولا 4 أين الحماس؟ المرتبة الثالثة لصاحبها خالد محمد أحمد الزاروي صاحب المركب والقائد رقم 77. شكرا يا خالد وتهانينا. المركز الثاني، لمن يا ترى المركز الثاني؟ صاحب القائد رقم 7 عبيد محمد مبارك. للمرأة وتكريم بحضور نصف المجتمع، وأنا أقول فيها كل المجتمع، بحضورها في كل المجالات في المجتمع، في الاقتصاد، في السياسة، وفي كل مجالات المجتمع. لدينا تتويج لفريق sport.com. المرتبة الأولى واللحظات الحاسمة، لمن المرتبة الأولى يا ترى؟ تحصل عليها من كولومبيا طبعا تسليم الكؤوس والجوائز لكل المنتصرين. وبداية نوزع التكريمات والجوائز بالنسبة لبطولة الإمارات للفلاي بورد، ونبتدئ بشريحة المبتدئين. المركز الثالث للمبتدئين في بطولة الإمارات للفلاي بورد هو من نصيب المصري محمد طارق مصطفى. شكرا يا محمد. المركز الثاني الآن هو أيضا هو للإماراتي فيصل الطنيجي. أن مصر تسجل حضورها بقوة في المبتدئين في بطولة الإمارات للفلاي بورد. يسجل المركز الأول حضور محمد بيبو من مصر. تهانينا. طبعا تسليم الكؤوس الان لكل الفائزين بالمركز الثالث الثاني والاول. تهانينا. تصفيق للقارب رقم 10 وهو الذي يعني كان جديرا بهذا الفوز واللقب. سالم محسن سعيد اليافعي. كل التشجيع. سالم محسن سعيد اليافعي ينصب التتويج لتتويجه بالمركز الاول في بطولة الامارات فورمولا 4. مع العلم طبعا وفرحة ونشرة الانتصار. ارفع العلم سالم. تفضل السادة الان في توزيع صورة جميلة للذكرى. لنستمع إلى النشيد الوطني الإماراتي.